واحد من المسلسلات الجميلة في شهر رمضان السنة دي كان مسلسل الصفارة، اللي أحمد أمين فيه كان بيصفر ويرجع بالزمن لنقطة معينة في تاريخه عشان يغير حاجة معينة، وبناء على التغيير ده بعد 6 سنين بيرجع يلاقي تغيير رهيب في حياته كلها. بعيدا بقى عن المسلسل الجميل ده واللي أنا واحد من الناس أنصحك إن أنت تشوفه فعلا، أنا عايز أوضح إن المسلسل ده مبني على حاجة اسمها الباترفلاي إفكت أو تأثير الفراشة. فاحنا عشان موضوع تأثير الفراشة ده محتاجين نرد بفيديو. قبل ما نبدأ يا ريت ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. أنا أمير ودي مش عارف. القرن ال17 سنة 1687 نيوتن اكتشف معادلات الحركة وبدأ يتنبأ بحركة الأجسام وسرعتها ومكانها في أي وقت بناء على المعطيات اللي هنحطها في المعادلات دي. نيوتن وقتها كان عنده تصور ان الكون زي الآلة، يعني احنا نقدر نتوقع اي شيء ممكن يحصل في الكون ده لو فهمنا القوانين اللي بيمشي بيها. مفيش حاجة اسمها لا متوقع ومفيش مجال للصدفة، ولو حصل الغير متوقع ده فبيرجع لقصورنا في فهم القوانين دي. لو قدرنا نفهم القوانين دي بشكل مثالي ونصيغها في معادلات هيظهر لنا مستقبل زيه زي الماضي بالظبط، فتقدر تتوقع اي حاجة بدقة متناهية، بل وحتى تتحكم في المستقبل من خلال المعادلات دي. مثال بسيط، عندنا جسمين واحد منهم بيلف حوالين التاني زي الارض والشمس، فانا مجرد ما اعرف المكان والسرعه المبدئيه بتاعه الارض والقوه اللي بتاثر عليها هستخدم بقى معادلات نيوتن واقدر احدد وضع الارض في المستقبل بالظبط. وفي سنه 1814 جه العالم الفرنسي لابلاس واكد نظريه نيوتن وقال ان وضع الكون الحالي هو نتيجه لوضعه في الماضي، وانه برضه هيكون السبب في وضعه في المستقبل، وده اللي سموه مبدا الحتميه. كانوا مقتنعين ان لو اي عوامل جانبيه اثرت على الوضع المبدئي لاي نظام مش هيأثر على مستقبل النظام ده ولا الوضع النهائي له. واما جه ماكسويل في سنه 1876 عام على عمهم بس حط التاتش بتاعه، قال ان الفروق البسيطه في الوضع المبدئي هتفرق بس مش قوي، مش هتعمل فرق كبير وملحوظ في النتائج يعني، والكلام ده سموه no sensitivity to initiate conditions. بصراحه بيني وبينك العلماء والعالم كله وقتها كان الكلام ده بيطمنهم ان كل حاجه تحت السيطره والنتائج لازم هتكون صح لو كانت المعطيات صح. فضلت الناس مقتنعه بالكلام ده لحد سنه 1890 لما جه العالم بوانكري وقال لهم انتوا بتقولوا ايه؟ لا طبعا، الوضع النهائي لاي جسم بيعتمد اعتماد كلي وحساس جدا على وضعه الاولي، يعني لو حصل اي فروق بسيطه او اي تاثير طفيف في الاول في اي نظام ده هيعمل كوارث قدام احنا ما نتوقعهاش ابدا. وقال لهم ده اللي بيخلينا مش قادرين نتنبأ بحاله الطقس بنسبه 100%، لان لو في 1/10 من الدرجه قل او زاد في مكان ما ده ممكن يسبب حدوث اعصار في مكان تاني واحنا مش حاسين. وده كان بدايه ظهور نظريه الفوضى، واللي بتقول اننا ما نقدرش نتنبأ بمستقبل اي نظام بشكل حتمي، لان اي تغيير بسيط جدا في ظروفه الاوليه بتاثر بشكل كبير جدا في مستقبله. والنظريه دي طبعا عكس الحتميه بتاعت نيوتن ولابلاس. بدا العالم يتوغوش والعلماء قعدوا يشككوا في الكلام عشان ما يحسوش ان الموضوع خرج من ايديهم، لحد ما جه عالم رياضيات وارصاد جويه اسمه لورنز سنه 1961 عمل حاجه كده زي الكمبيوتر بيدخل له معادلات تفاضليه بتمثل التغيير في الضغط والحراره وسرعه الرياح والكلام ده عشان يتنبأ بحاله الطقس، ودخل بيانات في الجهاز وطلع قرايات ورسم المنحنى اللي بيمثل التغييرات في الطقس. حلو، بعدين دخل نفس البيانات في الجهاز تاني بس اختصر الارقام شويه، يعني الرقم اللي هو كان هيدخله كان 0.506127 هو اختصره ودخله في المره الثانيه 0.506. كان المفروض ان النتائج تطلع على نفس المنحنى لو كلام نيوتن صح ان الفروق النسبيه مش هتاثر على الوضع النهائي، لكنه لقى المنحنى متماثل مع الاولاني لحد نقطه معينه وبعدها حصل اختلاف بسيط. الاختلاف ده مع الوقت خلى المنحنى التاني ياخد مسار مختلف تماما عن المنحنى الاولاني. الخلاصه ان كلام لورنز اكد على كلام بوانكيريه ونظريه الفوضى. ومن هنا ظهر المصطلح المشهور اللي انتشر جدا اللي هو تاثير جناح الفراشه او الباترفلاي افكت، ان لو في فراشه بتطير في الصين مثلا حركه جناحاتها في الجو دي بتعمل تموجات واضطرابات في الهواء. التموجات دي ممكن جدا تساهم في حدوث اعصار في امريكا مثلا بعد سنه، يعني هي مش السبب الرئيسي، لكن لو التموجات دي اتحطت في وسط ظروف مناسبة وأثر معاها عوامل تانية ممكن تسبب إعصار مدمر في مكان تاني بعد سنة أو سنين. وده اللي أكدته الحكمة الإنجليزية الجميلة اللي لخصت الكلام ده كله وبتقول ضاع المسمار فضاعت حدوة الحصان، بضياع الحدوة ضاع الحصان، بضياع الحصان ضاع الفارس، بضياع الفارس ضاعت الرسالة، بضياع الرسالة ضاعت المعركة، بضياع المعركة ضاعت المملكة. وانا ليه بقى بقول لك الكلام ده؟ عشان تحاول تخلي تأثير جناح الفراشة ده في كل حاجة في حياتك، في علاقتك مع غيرك،
كفايه ابتسامه وكلمه طيبه تعهد نفسك ان انت تقولها لغيرك لما تشوفه، ما تعرفش تاثير الكلمه دي ممكن يكون ايه عليه في خططك اللي جاي اللي انت قاعد تعب نفسك في ان انت تحطها واللي انت غالبا مش بتنفذها اصلا. فكفايه يا سيدي من وجهه نظري طبعا ان انت تخصص لنفسك ساعه واحده بس كل يوم للقرايه وتحسين اللغه بتاعتك، 60 دقيقه بس مش اكتر، بس استمر عليها. حاول تتابع ناس مفيدة على الفيس أو على يوتيوب بدل شلال الريلز اللي ما بيخلصش واللي أنت ما بتستفيدش منه حاجة. في ناس فعلا تستاهل إن أنت تتابعها، هتشوف بنفسك بعد شوية فرق شاسع في منحنى حياتك كله. أخيرا وليس أخيرا، ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لو أنت حابب تشوفني تاني في المستقبل. سلام.